كام سنة كده الشوارع كانت بتحكي حكايات تانية خالص. كان في زحمة وكان في دوشة ونفس شكل الحياة، بس مش نفس طعم الحاجات. زمان كنا بنحب نمشي في زحمة حواري القاهرة، في الشوارع الصغيرة وسط المباني العتيقة في الغورية وباب الخلق وعابدين والحسين والسيدة والحلمية، أو في شوارع وسط البلد اللي مليانة تفاصيل، شارع قصر النيل وشارع شريف وعماد الدين وطلعت حرب والعتبة. أو نروح الزمالك أو جاردن سيتي وكورنيش النيل وكوبري قصر النيل. كانت رحلة جميلة ما بنحسش فيها بأي تعب. كنا نمشي من ميدان التحرير على القصر العيني ومنه على المنيرة والمبتديان، فتلاقي نفسك في السيدة تاني، تكمل تلاقي نفسك في باب الخلق، شوية وتلاقي نفسك في الحسين اللي بينه وبين العتبة يا دوب شارع صغير، لو مشيته يرجعك على العتبة تاني. تعدي من جنب تمثال إبراهيم باشا تلاقي نفسك رجعت وسط البلد تاني. كان عالم كبير في كل حاجة. يمكن الزحمة زادت شوية، لكن الشوارع دي ما تغيرش فيها حاجات كتير، تقريباً لسه زي ما هي. بس الغريب إن مع مرور الزمن ريحة الشوارع وإحساسنا بيها بيتغير. قبل اختراع المولات الكبيرة اللي في أماكن بعيدة والمجمعات التجارية الضخمة، كانت في شوارع وسط البلد، وشارع جامعة الدول وسور نادي الزمالك وشارع شهاب في المهندسين، أو ميدان روكسي وسفير وتريومف في مصر الجديدة، ولا شبرا وحكاياتها، وكل مناطق القاهرة وشوارعها اللي كانت مليانة محلات أكل وشرب ولبس وغيرها. وكل محل هتلاقي له عندك ذكرى وحكاية. كان ممكن نخبط مشوار لحد مكان معين بيتباع فيه حاجة معينة ونرجع تاني عادي. كنا ننزل نشتري الحاجات وناكل ونشرب ونقعد ونقف ونمشي في شوارع كتير مفتوحة فيها ناس وحياة ودنيا بكل تفاصيلها. محدش ضد التطور، وأكيد الحياة دلوقتي فيها جمال خاص بيها، ويمكن تكون بقت أسهل وأريح بكتير. لكن أكيد برضو إن مع أي تطور بنكسب حاجات وبنخسر حاجات. الشوارع والمناطق القديمة لسه موجودة ولسه فيها شكل زمان، بس إحساسنا بيها بيتغير مع مرور الوقت وطريقة الحياة، حتى لو الشكل ما اتغيرش. دلوقتي مع كل مرة بنمشي فيها في الشوارع دي بنحس إن قلوبنا بتدق، بس بإيقاع مختلف. الشوارع وحكاياتها مش بس كانت محلات وبيع وشراء، كانت كمان أفراح في الشارع ومعالم احتفال بالمناسبات اللي أشهرها زينة وفوانيس رمضان وصوت المسحراتي وموائد الرحمن. كل مناسبة كان ليها حكاية في الشارع، حكاية عشناها زمان وهي عايشة جوانا دلوقتي. الحكايات دي لسه بتتحكي ولسه بنشوف ملامحها، لسه موجودة في معظم الأماكن، لكن طعمها اتغير، ما بقتش هي الحكاية بتاعت زمان. الحكاية اللي كانت بتبدأ بفرحة ليلة العيد وحزن إن العيد مشي وأمل إنه يرجع تاني كمان سنة، بفرحة تانية تملى الشوارع وتعيشنا حكاية جديدة.